اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده بقى يا بنات رنين بتوفر لنا تشكيله كبيره جدا من الثلاجات ومن كل الماركات المختلفه، سواء كانت ماركه بيكو ولا فريش ولا ايتويل ولا كريازي ولا ال جي ولا سامسونج ولا شارب ولا زانوسي. فمجموعه كبيره من الثلاجات موجوده في رنين، وكمان رنين عامله عليها عروض حلوه جدا. زي ما انتم شايفين ثلاجه زانوسي كانت ب 24239، عاملين عليها عرض ل 17599. وعايزه اقول لكم ان في تشكيله كبيره جدا من كل الثلاجات اللي انت عايزاها موجوده في رنين. وكمان رنين اليومين دول عامله عروض حلوه جدا على الثلاجات، يعني لو انت عروسه بقى وبتجهزي نفسك وعايزه تشتري الثلاجه بتاعتك فالحقي عروض رنين قبل ما تخلص. طبعا دي ثلاجه زانوسي زي ما انتم شايفينها من جوه كده، وزي ما قلت لكم ان هي سعرها كان عامل 24239، دلوقتي عامله 17599. وعايزه اقول لكم يا بنات ان افضل انواع الثلاجات بقى، عشان لما تيجي تشتري ثلاجتك تبقي فاهمه انت رايحه تشتري ثلاجه ايه. طبعا افضل انواع الثلاجات اللي موجوده في السوق المصري وهي ثلاجه ال جي. طبعا ثلاجه ال جي متميزه جدا بالتقنيات بتاعتها والتبريد بتاعها المتقدم، وكمان الميزه فيها ان هي بتوفر لنا كهرباء بطريقه حلوه جدا، والتصميمات بتاعتها عصريه. عيبها الوحيد بس يا بنات ان هي سعرها بس غالي شويه طبعا علينا، والقطع الغيار بتاعتها بتبقى غاليه شويه. بعد ثلاجه ال جي هيجي بعديها على طول ثلاجه سامسونج. طبعا شركه سامسونج تملي بتدور على الحاجات الحديثه وبتبدا ان هي تصمم تصميمات جديده، فهتلاقي ثلاجات سامسونج طبعا فيها اشكال كتيره مختلفه، فهتعجب البنات قوي قوي، لان هي فعلا بيدوروا على التقنيات الحديثه وبدأ ان هم يصمموها في الثلاجات بتاعتهم. طبعا ثلاجه سامسونج دي ما بيختلفش عليها اتنين تماما، لان هي فعلا من افضل الثلاجات اللي موجوده. وطبعا شركه سامسونج معروفه بالجوده بتاعتها والشياكه بتاعت الموديلات بتاعتها، وكمان بس هي مشكلتها ان هي سعرها طبعا غالي شويه، وهي حلوه جدا في توفير الطاقه. فعندنا اول نوع معانا ثلاجه ال جي، ويليه على طول ثلاجه سامسونج. طبعا ثلاجه سامسونج زي ما قلت لكم ما بيختلفش عليها اتنين، لان هي فعلا الشركه الوحيده اللي بتدور على التصميمات الجديده وتبدا تعملها. طبعا بتناسب كل اذواق البنات اللي طالعه، فهتلاقي كل بنت نفسها تشتري ثلاجه سامسونج، لان فعلا مميزاتها كتيره جدا واشكالها كمان حلوه جدا، بتناسب طبعا كل اذواق البنات اللي طالعه اليومين دول. بعد كده عندنا يا بنات نوع شرب. تلاجة شرب دي رقم 3، وهي طبعا الجودة بتاعتها عالية جدا ومتينة، والتقنيات بتاعتها في التبريد متقدمة جدا وبتوفر لنا الطاقة. هو بس كمان سعرها يعتبر غالي شوية، يعني من الأسعار اللي هي بتبقى غالية. أول نوع معانا ال جي طبعا سعرها غالي، وبعد كده سامسونج، وبعد كده باليهم تلاجة شرب. نيجي بقى للنوع الرابع طبعا، وهي تلاجة توشيبا. تلاجة توشيبا طبعا متميزة من زمان ومتألقة، وعمرها الافتراضي بتاعها طويل، وأدائها في التبريد ممتاز جدا. هو طبعا سعرها بيكون معقول شوية، بس هي طبعا مش بتوفر الطاقة زي بقية الأنواع اللي قبل كده. يعني تلاجة توشيبا مش بتوفر لنا الطاقة زي طبعا ال جي وزي سامسونج وزي شارب. بعد كده عندنا النوع الرابع الخامس معانا، وهي تلاجة بيكو. تلاجة بيكو طبعا بتتميز بتصميماتها العصرية والتقنيات المتوفرة للطاقة، وأسعارها تعتبر معقولة شوية عن بقية الماركات اللي قبل كده. طبعا بس هي مش واخده شهره كبيره زي طبعا زي زانوسي وزي سامسونج وزي شارب وزي ال جي. طبعا تلاجة بيكو مش واخده الشهره بتاعتها كويس قوي، بس هي على فكره تلاجة كويسه جدا. اراء الناس فيها بيقولوا ان هي تلاجة فعلا كويسه، والتبريد بتاعها كويس وموفره للطاقه، وسعرها يعتبر معقول. هي بس مشكلتها زي ما قلت لكم ان هي مش واخده الشهره بتاعتها قوي. وبعد كده عندنا تلاجة فريش، وتلاجة فريش دي مميزاتها بقى كويسه جدا، وهي ممتازه مقابل السعر بتاعها. يعني تلاجة فريش سعرها يعتبر معقول، يعني لو انت عروسه وامكانياتك مش قد كده ممكن تجيبي تلاجة فريش، عشان تلاجة فريش فعلا اراء الناس فيها ان هي كويسه جدا. وماركه فريش على فكره اثبتت وجودها في كل الاجهزه الكهربائيه بتاعتها، ان هي فعلا ما شاء الله حلوه جدا وبتعيش فتره طويله، والتبريد بتاعها يعتبر كويسه، وكمان هي على فكره بتوفر الطاقه. بعد كده عندنا النوع الاخير وهي كريازي. وكريازي طبعا متميزه طبعا بجودتها المتينه في التصنيع بتاعها، وسعرها يعتبر كويس جدا. برضو كريازي مش واخده برضو شهره قوي اليومين دول زيها زي طبعا ال جي، مش واخده شهره زي سامسونج، مش واخده شهره زي شارب. فبس هي تلاجة كويسه جدا، وسعرها يعتبر على قد الايد. طبعا هتلاقي التلاجة كريازي دي موجوده في بيوت المصريه اللي هي بتاعت
زمان هتلاقي طبعا تلاجة كريازة دي كانت موجودة في كل بيت مصري زمان، لان كانت هي من افضل انواع التلاجات اللي موجودة في السوق المصري. طبعا زي ما انتم شايفين كده رنين عاملة عروض زي ما انتم شايفين كده على كل التلاجات وكل الانواع. فلو انت عروسة بقى وبتجهزي نفسك انصحك ان انت تروحي رنين، هتلاقي كل الموديلات التلاجات اللي انت عايزاها. بس زي ما قلت لك قبل ما تشتري التلاجة بتاعتك حاولي تشوفي النوع اللي انت عايزاه والمناسب لك ايه، وابداي اسالي عليه وشوفي اراء الناس فيه، علشان خاطر ما تجيبيش التلاجة وترجعي تقولي ايه يا ريتني ما كنت جبتها. فانت شوفي التلاجة النوع اللي انت عايزاه واللي في خيالك ايه ان انت عايزه تشتريه، وابداي اسالي عليه وشوفي اراء الناس ايه، شوفي تجارب الناس اللي اشتروه قبل كده، هل هم اشتكوا من حاجه فيه، من حاجه معينه، هل قطع الغيار بتاعته متوفره موجوده في السوق ولا لا، علشان ما اشتريش التلاجة بتاعتي ارجع تاني اجيب تلاجة تانية. لان انت عارفه ان التلاجات اسعارها تعتبر برضو غاليه، سعرها مش رخيص عشان انا اجيب تلاجة وارجع كمان شويه اجيب تلاجة. فلازم ان انا زي ما قلت لكم يا بنات ان انا اشوف النوع اللي انا عايزاه وابدا اسال عليه في السوق طبعا، واشوف الانواع بتاعته، هل ليه قطع غيار موجوده في السوق ولا لا، اراء الناس فيه، الناس اللي استخدمته قبل كده يعني بيقولوا عليه ان هو كويس ولا لا. على فكره بتفرق كتير جدا لما بتشوفي اراء الناس في الموديل اللي انت عايزاه او الماركه اللي انت عايزاه، بتستفادي منهم فعلا. لان في كذا حد تلاقيه مثلا يقول لك انا حصلت لي مشكله في النوع دوت، يا جماعه خلي بالكم النوع ده بيحصل مثلا بيتلج كتير، زي مثلا تلاجة شرب كده. في ناس بدأوا يقولوا ان في بعض الانواع من تلاجات شرب ان هي بتتلج. يعني مثلا لو حطيتي حاجه على رف التلاجة قوه التبريد فيها عاليه جدا، ده عيب تصنيع في بعض الموديلات من تلاجات شرب، فبتبدأ تتلج الحاجه. فبرضو شوفي برضو اراء الناس ايه في التلاجات. وعايزه اقول لكم ان رنين فعلا لما تروحي فيها هتلاقي فعلا اسعار هناك. يعني شايفين التلاجة دي كانت ب25249 بقت بكام؟ ب24999. يعني ده خصم مش كبير قوي لان بيعتبر الخصم 300 جنيه. فرنين هتلاقي فيها مجموعة كبيرة جدا من التلاجات بكل الموديلات اللي انت عايزاها. وما شاء الله التلاجات من جوه زي ما انت شايفينها كده. قبل ما تشتري التلاجة برضو بتاعتك حاولي ان انت تفرزي التلاجة كويس قوي، عشان ممكن يكون فيها خدش ولا فيها اي حاجة من جوه. لا امسكي تلاجتك افتحيها وشوفيها بالظبط فيها كل حاجة انت عايزاها مظبوطة ولا لا. وكمان يا جماعة اللون الاسود بلاش ان احنا نجيب اللون الاسود، لان اللون الاسود في ناس كتير بتشتكي منه ان هو بيبصم. يعني لو انت مثلا حطيتي ايديكي على اللون التلاجة اللون الاسود تلاقي البصمه بتاعتك بانت فيها. وكمان لو عندك اولاد ولا حاجه وحط ايديهم على التلاجة فتلاقي التلاجة على طول مبصمه. معرفش هل هي فعلا كل اللون الاسود كده، ولا هي مثلا في بعض الموديلات من اللون الاسود هي اللي بتعمل كده. فزي ما قلت لكم يا بنات ان احنا نحاول نركز نشوف الموديل اللي احنا عايزينه ونبدا نسال عليه والجوده بتاعته ايه، ونشوف اراء الناس ايه، وهل القطع الغيار بتاعته موجوده في السوق متوفره